ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده يا بنات هنعمل مع بعض الكشري المصري. طبعا ما فيش حد ما بيحبش الكشري المصري. النهارده هنعمل احلى طبق كشري يستاهل بقكم. هنعمله النهارده بطريقه حلوه قوي وتركات المطاعم، وكمان هقولك على كام تركايه احنا وشغالين في الفيديو ازاي طبق الكشري يطلع احلى من بتاع المطاعم 100 مره. طريقتي كمان في تحمير البصل مختلفه شويه، مش بعتمد على تحمير البصل في زيت كتير. كل ده هنشوفه في فيديو النهارده. بس طبعا قبل ما نبدا الفيديو، لو بتشوفوني اول مره، لايك وشير. بسم الله ونصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، ونبدا بقى الفيديو بتاعنا ونشوف هنعمل طبق الكشري القمر ده ازاي. يلا بينا بسم الله ونبتدي. اول حاجه كده هقولك عليها الكميه على حسب افراد الاسره عندي، تمام؟ وبلاش نكتر كمية كبيرة. طبعا الكشري لو قعد لتاني يوم محدش بياكله. هنا طبعا عندي مية بتغلي، نزلت بمعلقة كبيرة من الزيت، معلقة من الملح، ونزلت بقى بمكرونة، أي نوع مكرونة طبعا، مرمرية وسباكيتي، وسبتهم لحد ما يتسلقوا. التركاية بقى في تحمير البصل بتاع الكشري، عندي كده حوالي 5 معالق من الزيت، ونزلت ببصل جوانح، وابتديت أنزل بمعلقة كبيرة من الملح. هنا معلقة الملح هي اللي هتخلي لي البصل يحمر ويقرمش، وما تعتمديش على الزيت الكتير، تمام؟ اهم حاجة لما تيجي تطلعي البصل طلعيه على مناديل. يعني في تحمير البصل بتاع الكشري مش هنحتاج بقى نعفره بدقيق ولا نحتاج زيت كتير. الزيت بقى اللي انا حمرت بيه البصل هشتغل بيه كل خطوات الكشري. نزلت بعد كده بالشعرية في الزيت، وعشان الشعرية تبقى لونها كل واحد هنزل كده برشة من الملح. رشة الملح دي بتساعد الشعرية تخليها كده ايه، كلها لون واحد. نزلت هنا بكوباية من الرز زي ما اتفقنا، الكميات على حسب أفراد الأسرة عندك. قلبت بقى الرز مع الشعرية، ومكعب مرق اختياري، رشة من الفلفل الأسود. نقلب بقى كله مع بعض، وأهم حاجة الرز يكون متصفي كويس جدا. نزلت بقى بالمية، وهبتدي ان انا اقلب لحد ما يغلي، وبعد كده اهدي النار لمتوسطة. الرز خلاص اللهم بارك اتشرب كمية السوائل كلها. ابتديت بقى اقلب تقليبة كده للرز، وهبتدي انزل بالعدس بجبة. طبعا العدس بجبة ده مسلوق، طبعا قبل ما اسلقه كنت نقعاه في مية حوالي كده ايه ساعة، تمام؟ قلبت كله كده مع بعض، وهسيبه على جنب كده، وابتدي اجهز الدقة. اول حاجة كده حطيت بنفس الزيت اللي انا حمرت فيه البصل، دي التركاية اللي بتدي طعم الكشري بتاع المطاعم. نزلت بربع معلقة كبيرة من التوم، هبتدي ان انا اقلب التوم ده لحد لونه ما يبقى ذهبي فاتح، ما يبقاش لونه غامق. نزلت باربع معالق من الخل، نزلت بعصير الطماطم، بعد كده نزلت بالتوابل، ملح، فلفل اسود، كمون، كزبرة، بابريكا، مكعب مرق، بس كده. وكمان رشه بسيطه من السكر. على الناحيه التانية حطيت حله على النار، ابتديت انزل فيها كده بمعلقه من الزيت، طبعا زيت تحمير البصل، كل شويه هقول لكم زيت تحمير البصل. نزلت كمان بربع معلقه من الثوم المهروس، مش هخلي هنا الثوم ياخد لون، ادوبك كده يطلع الريحه بتاعته. معلقتين من الخل، تقليبه حلوه كده، وهبتدي انزل بحوالي كوبايه صغيره من الميه. ننزل بقى بالتوابل، كمون، ملح، فلفل اسود، بابريكا، شطه اختياري، تمام؟ نسيبها بقى على نار عاليه لحد ما تغلي، وبعد كده ارفعها من على النار، وكده بتكون جاهزه. هنا طبعا كانت المكرونه اتسلقت، صفيتها كويس من الميه وضفتها على الرز، تقليبه حلوه كده. هنا بقى غرفت الكشري، طبعا التقديم على حسب ما انتوا عايزين. نسيت اقول لكم على تركايه كده، بعد ما سلقت المكرونه وصفيتها ابتديت بقى احط معلقه من زيت تحمير البصل على المكرونه، بتدي طعم رهيب، بتفرق قوي في الطعم. ما شاء الله اللهم بارك، طعمه كان حلو قوي، وشكله كمان يا بنات يفتح النفس. ضفت بقى يا بنات اخر حاجه البصل، بصل مقرمش لحد اخر معلقه في الطبق، بجد طعمه حلو قوي. شايفين ما شاء الله الكشري شكله ازاي؟ اللهم بارك، شكله يفتح النفس، وكان طعمه حلو قوي. بتمنى بقى الفيديو يكون عجبكم، وطريقه الكشري تكون عجبتكم. لو عجبتكم بقى ما تنسوش اللايك والشير. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.